سواحل البحر المتوسط ممكن إنتاج محطات لتحلية مياه البحر من الطاقة الشمسية. زي ما احنا شايفين هنا على مسافة قريبة من الساحل إنتاج محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية. في برضو السخانات والأفران الشمسية. في هنا زي ما احنا شايفين سخان شمسي عبارة عن سطح مقعر يعكس أشعة الشمس لتسخين أواني أو حلل أو برادات مثلا زي الشاي أو أي حاجة. وده بيستخدم الطاقة الشمسية. منظر تاني لسخان شمسي. طبعا السخانات الشمسية والمواقد الشمسية لها أشكال كتير وأحجام كتير وأغراض كتير، وممكن عن طريق الإنترنت وعن طريق اليوتيوب تشوفوا فيديوهات وتعرفوا ده الإيه وده الإيه وده ميزته وده عيوبه وده حجمه. أنا شفت فيديو قرى في الصومال بتستخدم السخانات الشمسية دي للطهي. ممكن في مصر في البيوت على أسطح البيوت من فوق ممكن السخانات الشمسية دي تستعمل، ودي برضو يعني هتوفر في استهلاك أنابيب البوتاجاز، وتوفر في استهلاك البترول اللي شاحح، اللي يعني أسعاره عليت في مصر دلوقتي. في ده برضو شكل تاني للسخانات الشمسية. شكل ثالث للسخانات الشمسية، وده برضو كل دي أشكال. يعني هنا المنظر ده بيقول إن مثلا في دول من دول آسيا برضو تستعمل الطاقة الشمسية والمواقد والأفران الشمسية. كل دي مناظر لمواقد شمسية. هنا في الهند ده منظر ده لواحدة من الهند، والسخان الشمسي ده عملته على ايدها يعني من مكونات بسيطة وديزاين معين. ممكن تدوروا عليه في الانترنت وتعرفوه. سخان شمسي، برضو سخان شمسي. هنا الراجل ده بيورينا درجة الحرارة الناتجة من انعكاس ضوء الشمس على المرايا العكسة دي. ممكن يعني درجة حرارة عالية. هنا في قرى في دول أفريقية بيستعملوا السخانات الشمسية دي في طهي الطعام. هنا على السطح حاجة زي طبقة دش بس سخان شمسي. هنا برضو على مساحة أكبر، على نطاق أكبر، تركيز أشعة الشمس. في برضو في مصر ممكن استخراج الغاز الحيوي أو البيوغاز كمصدر من مصادر الطاقة. المنظر ده شايفين احنا في مصر في بعض القرى، بس للأسف لسه على نطاق صغير ونطاق محدود. إنتاج أو بناء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي أو البيوغاز. بتتبني طبعا دي في الأرض
بتتبني بتصميم معين، بطريقة معينة، بتوصيلات معينة لإنتاج ال... ال... البيوغاز أو الغاز الحيوي، اللي هو في القرى بدل من هدر المخلفات العضوية، روث المواشي، مخلفات الماشية، مخلفات الزراعية، بدل ما يتم إهدارها بيستفيدوا منها عن طريق كمرها وفي وحدات إنتاج الغاز الحيوي دي، واستفادة منها في إنتاج الغاز الحيوي. دي مشاريع دي مشاريع ممكن تتم على نطاق صغير، ممكن تتم على نطاق كبير في القرى لإنتاج الطاقة. ممكن حسب الساعات الخاصة بالوحدة بيتم إنتاج الطاقة دي، وممكن رجال أعمال أو أفراد يساعدوا قرى في إنتاج الطاقة دي، وممكن برضو الغاز الناتج ده يجمعوه في اسطوانات ويتم بيعه، فبرضو ممكن يحقق ربحية للكل. ده منظر تاني لوحدة إنتاج الغاز الحيوي مبنية في الهند برضو. والهند على فكرة يعني سبقت مصر في المجال ده بمراحل كبيرة، سواء استخدام الطاقة الشمسية، سواء استخدام الوقود الحيوي. في هنا برضو في الصورة أسفل على اليمين في على نطاق كبير شايفين وحدتين لإنتاج الغاز الحيوي، ومساحتهم كبيرة، يعني تتعدى مثلا كل واحدة تتعدى 3 طوابق أو 3 أدوار. هنا شايفين منظر من مخلفات الأراضي الزراعية. المخلفات دي زي قش الأرز، زي مخلفات الذرة، مخلفات القمح، قش القمح، قش الأرز، كل دي بيتم هرسها وطحنها وتخميرها لإنتاج الغاز الحيوي. في هنا charts أو رسومات توضيحية لإنتاج الغاز الحيوي، بدءا من مخلفات المزارع، مخلفات المواشي، مخلفات البيوت، مخلفات المصانع، بس مخلفات عضوية هنا في الحالة دي. منظر تاني لإنتاج الوحدات الغاز الحيوي. وممكن تدوروا في الإنترنت عن تصميمات الوحدات دي وتفاصيلها. منظر ثالث لإنتاج البيوغاز. كل دي تصميمات توضيحية لإنتاج محطات أو وحدات إنتاج الغاز الحيوي. في موضوع برا الطاقة وبرا مصادر الطاقة والطاقة الشمسية، اللي هي موضوع زراعة الأسطح. ده منتشر في دول كتيرة، وكل يوم عن يوم بتزيد شعبية الموضوع ده، اللي هي زراعة الأسطح. وده خاصة في المدن بيدي متنفس للمدن ومتنفس للبيوت، وبيخدم البيئة وبيحافظ على البيئة، وبينقي
ال- الهواء في الدول المزدحمة، المدن المزدحمة بالسكان، وفيها مشاكل ترافيك ومشاكل مرورية وعدد كبير من السيارات، لأن زراعة الأسطح بتنقي البيئة في المدن دي. في هنا منظر لسطح من أسطح البنايات والعمارات بيتم زراعته، عبارة عن مسطحات خضراء بطريقة معينة، بنظام معين، بسمك معين. ممكن لمجرد الزينة بيتم زراعتها، لكن في مصر ممكن يتم زراعة الأسطح دي مسطحات خضراء وبرضو جمالية، وبرضو في نفس الوقت ممكن زراعة حاجات ممكن الناس تاكلها، يعني زراعة طماطم. في ناس بتزرع على أسطح طماطم وبصل وخضار، بس العملية محتاجة دراسة معينة وطريقة معينة. في هنا برضو منظر تاني لزراعة الأسطح. هنا على نطاق أكبر برضو كل الأسطح دي مزروعة عن طريق إنك أنت بتحط طبقة آه، بالتفصيل مش بالتفصيل مش حاضرة في ذهني، بس عبارة عن طبقة عازلة على السطح، بعد كده طبقة مسامية، بعد كده طبقة طمي، وبعد كده الزراعة. برضو ممكن تكون في أحواض منفصلة فوق السطح، أحواض سمكها 10 سنتي، مربعة، مستطيلة، دائرية. آه، وفي نباتات في نباتات ممكن الناس تستفيد منها، مساحات خضراء، وممكن بعد كده تتاكل. وعلى فكرة المشكلة دي وعلى فكرة الفكرة دي في مصر لو اتنفذت على أسطح العمارات هتخفض من درجة الحرارة في الصيف لآخر دور. يعني في الصيف آخر دور في العمارة ده بيتسلق في الشمس، بيتسلق في الشمس في الصيف. فلو اتزرع ده فوق السطح ده، يعني سطح البيوت، سطح العمارات، سطح البنايات ما يكونش مكان للزبالة، ما يكونش مكان للكراكيب، لكن يكون مكان لزراعة نباتات. هنا شايفين منظر لعمال، آه، ودي وحدات مربعة من نباتات يتم آه، وضعها على الأسطح. هنا المنظر تاني، شايفين زراعة الأسطح. هنا منظر لزراعة الأسطح بس بنباتات زهرية، على ما أعتقد ده لافندر. برضو مساحات خضراء مزروعة. طبعا الموضوع ده عايز دراسة، وعايز تفاصيل تانية ممكن تدوروا عليها عن طريق الانترنت، او برضو عن طريق تدوروا برضو في اليوتيوب مصدر كبير لمعلومات زي دي، يوريك بالصوت والصورة ازاي ممكن تزرع الاسطح. وشفت انا في غزة، شفت انا في ناس عاملة الموضوع ده في غزة، اسطح البيوت زارعينها مثلا من فوق حاجات بياكلوها بعد كده، زي فلفل رومي، زي خيار، زي جزر. هنا منظر لبناية كاملة كل الأسطح الخاصة بيها مزروعة. منظر تاني، أسطح مزروعة، نباتات زهرية وورود.
مزروعة. هنا شكل توضيحي آه، شكل توضيحي للطبقة المزروعة دي، مواصفاتها ازاي وكم سنتي، واول طبقة ايه، تاني طبقة ايه، تالت طبقة ايه. بس للأسف بالانجليزي، فممكن تدوروا وتلاقوا معلومات بالعربي عنه. منظر تاني، شكل توضيحي لي. شايفين احنا اول طبقة السقف، بعد كده طبقة عازلة، بعد كده طبقة مسمية، بعد كده طبقة طمي والنباتات. في برضو بجانب زراعة أصبح في زراعة الحوائط، نفس القصة، بدل مع السطح تكون على الحوائط. وزي ما قلت بالنسبة ممكن في دول أوروبا مثلا دي جمالية، لأغراض جمالية، لكن ممكن تكون في مصر زراعة الأسطح والحوائط دي ذات عائد، ذات عائد مادي، ذات توفر لنا أكل، توفر لنا خضروات، توفر لنا عيش غراب، حاجات كتيرة. كل دي مناظر لزراعة الأسطح، سوري، زراعة الحوائط. ودي نهاية ودي نهاية موضوع الطاقة ومصادرها وأنواع الطاقة ومشاكل الطاقة في مصر، وزراعة الأسطح وزراعة الحائط. أتمنى أن كنتوا تكونوا استفدتوا ولو بشيء ضئيل من المعلومات اللي قلتها. شكرا لكم، وأتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالعرض التوضيحي ده.